السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي الكرام، لقد قمنا بعمل قناة احتياطية بديلة لهذه القناة خوفا من أن يحدث أي حادث لهذه القناة لا قدر الله. ستجدون رابط القناة الجديدة البديلة أسفل هذا الفيديو، ولو حدث أي أمر لا قدر الله لهذا القناة فإننا سنواصل نشرنا على القناة البديلة. نرجو منكم الاشتراك ودعمنا في القناة البديلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي الكرام، لدينا اليوم رؤيا عن الإمام المهدي، الرؤيا بتاريخ 3 يناير 2024. يقول الرائي: حلمت أني شفت القمر بدر ومكتوب عليه لفظ الجلالة الله بالذهبي. انتهت الرؤيا. التأويل: إن صدقت الرؤيا وصدق الرائي فهي تشير وتدل على الإمام المهدي، ودائما ما يظهر القمر رمزا في كثير من الرؤى عن الإمام المهدي، وكون القمر بدرا ربما دل على اكتماله، أي اكتمال شخصية المهدي واكتمال قدره من الابتلاء وبلوغه حد الكمال في الشخصية وفي الوقت، وكونه مكتوب عليه لفظ الجلالة بالذهب ربما دل على أن الإمام المهدي يوجد في جسده اسم الله لفظ الجلالة الاسم المفرد مكتوب بالعروق في مكان ظاهر بين، فوجود لفظ الجلالة على القمر دل على ظهوره وليس على استتاره، وكون لفظ الجلالة موجود على الإمام المهدي هذا ليس أمر غريب، إنما وجوده على المهدي يكون وجود ظاهرا جليا واضحا، أما غيره فيكون موجودا فيه بحيث أنك لو بحثت عنه لوجدته، أو بحيث أنك تتعب في رؤيته وتشكله بالعروق أو في مكان من الجسد. وللعلم هناك من يستنكر هذا الأمر، وهذا الأمر موجود فعليا، وهناك أناس كثر ولكنهم قليلين بالنسبة إلى عدد البشرية، فعدد البشرية 8 مليار، فإن كان مثلا 1000 أو 2000 أو 3000 يوجد فيهم اسم الجلالة أو لفظ الجلالة مكتوب بالعروق أو مكتوب بطريقة ما، فهذا لا يدل على الكثرة، وهذا يتواجد في الزهريين بشكل خاص، ولفظة الزهريين هذه لم تتواجد ولم يتعارف عليها إلا في العصر الحديث منذ 200 أو منذ 300 عام بأقصى تقدير، أما في علوم الأولين وعلوم الروحانيات وعلوم الأسرار فإني لم أجده، وربما يكون تقصير مني، فلا يستطيع المرء أن يحتوي العلوم كلها، ولا يستطيع المرء أن يعرف كل شيء. هذا ظننا في تأويل الرؤيا، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.